لماذا مجد الشمس؟ ولماذا سارعت إسرائيل إلى إقناع الرأي العام الدولي بحقها في الرد على ما ارتكب بحق الأطفال في هذه البلدة وأخذ الثأر، علما أنها هي التي تحتل بلدتهم؟ بعيدا عن التحليلات التي تقول أن الصاروخ الذي أصاب الملعب اعتراضي إسرائيلي وقع عن طريق الخطأ أو كان مقصودا، الثابت الوحيد أن إسرائيل تريد استغلال الموقف سياسيا وعسكريا. فبلدة مجد الشمس سورية درزية تقع في هضبة الجولان المحتلة، ومنذ 7 أكتوبر سارعت إسرائيل إلى زيادة نشاطها في الساحة الدرزية وتحديدا في جبل الشيخ والسويداء ولبنان في محاولة لتنفيذ مشروعها القديم الجديد منذ السيطرة على الجولان عام 67 بتفكيك نسيج شعوب المنطقة وأسرلتهم ودفعهم للتخلي عن هويتهم والالتحاق بالكيان الإسرائيلي، وهذا ما يرفضه دروز المنطقة رغم التنكيل بهم والتضييق عليهم من قبل عدد من المتصهينين. رفض الدروز في الجولان وفلسطين المحتلة الحصول على الهوية الإسرائيلية وتحويلهم إلى حرس لحلف الأقليات الذي تقوده إسرائيل ظهر بشكل واضح برد فعل الأهالي خلال التشييع وطردهم لأعضاء حزب الليكود ومسارعة القيادات السياسية والروحية الدرزية بالدعوة إلى عدم الانجرار للفتنة، الأمر الذي أربك الحسابات الإسرائيلية وما دفعها لرفع السقف واتخاذها قرارا بتوجيه ضربة كبيرة إلى المقاومة بعد حفلة التشويه التي قادتها بمساعدة وسائل إعلام غربية وعربية حملت الحزب المسؤولية، والهدف من ذلك انتزاع موافقة من حزب الله على فتح نقاش حول مستقبل الجبهة الجنوبية على قاعدة فك الارتباط مع غزة. والهدف الثاني هو استدراج المقاومة إلى مواجهة محكومة بسقف يفتح الباب أمام ضغوط لوقف جبهة الإسناد، إضافة إلى فتح نار الفتنة بوجه الحزب في لبنان وسوريا، وهو ما تنبه له جيدا وليد جنبلاط وكان حازما عندما قال إن الموقف من العدو ومن المقاومة ثابت لا جدال حوله، ومن لا يعجبه الأمر فليخرج من الدار.